السلام عليكم، اخباركم ايه؟ معاكم ايه امام. ما شاء الله اللهم بارك. فيديو النهارده كنز لاي حد عنده مناسبه ومش عارف يبدا منين ولا يتبل ازاي ولا يسوي امتى ومستصعب يعمل الاكل بنفسه. انا النهارده ان شاء الله اسهل لكم كل حاجه وهتعملوا الاكل بنفسكم وهيطلع تحفه. كان عندي اوردر فرح، قلت لازم اصور لكم كل التفاصيل عشان الكل يستفيد، فتعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. بس دعموني بلايك للفيديو حلو زيكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه لو اول مره بتشوفوني. اول حاجه هنتبل الفراخ، انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات فما حبيتش اطول عليكم الفيديو ده. صورت التتبيله سريعا كده وحط لكم فيديو للفراخ المشويه تحت الفيديو ده. التتبيله كانت ميه بصل، ميه طماطم، مجموعه من التوابل، هي بهارات فراخ او بهارات شوي، ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، زعتر، بابريكا، خل، صلصه، صويا صوص، دبس رمان. هي دي التتبيله، بس انا هكتب لكم المقادير بالظبط تحت الفيديو ان شاء الله. قلبت كده التتبيله مع بعضها، وبعدين كنت غاسله الفراخ ونقعاها في محلول النقع. يعني اللي انا بعمله دايما هو ميه وسكر وملح بنسب متساويه، بنقع فيها الفراخ ساعتين وبعدين بطلعها اغسلها واصفيها واتبلها زي ما انتم شايفين كده. هغلف الفراخ باسترتش راب واحطها في التلاجة لتاني يوم، انا بسيبها ليله في التتبيله. هنبدا بقى مع بعض تتبيله الكفته. انا هعمل ما شاء الله 5 كيلو لحمه كفته، هقول لكم مقادير الكيلو بس. كل كيلو لحمة مفرومة عليه بصلة كبيرة او 2 وسط، مع واحدة فلفل رومي احمر مفرومين ناعم جدا ومعصورين من المية زي ما باين قدامكم كده. هضيف عليهم معلقة ملح كبيرة مش مليانة، ومعلقة فلفل اسود صغيرة، ونص معلقة كبيبة صيني مطحونة، ومعلقتين كبار بهارات لحمة نوع نضيف او معلقتين بهارات كفتة. المهم ان يكون نوع البهارات كويس. ولكل كيلو لحمة مفرومة معلقة دقيق، معلقة واحدة بس. هنقلب الخلطة دي مع بعضها وننزل بيها على اللحمة. هنا اللحمة كانت بدون دهون، وبعدين ضفت لكل كيلو لحمة ربع كيلو ليا ضاني. انا بستخدم دايما ليا ضاني في الكفتة. طبعا انتوا تقدروا تضيفوا ربع كيلو دهن مفروم، بس الليا افضل بكتير وطعمها تحفة. هنعجن بقى الكفتة مع بعض. اهم خطوة في الكفتة، اهم حاجة فيها ان هي تتعجن كويس. لو اللحمة كانت تحفة، البهارات تحفة، كل حاجة حلوة ومظبوطة، وما اتعجنتش كويس، الكفتة مش هتكون حلوة. اهم حاجه تتعجن زي ما انتم شايفين كده. شايفين بتلزق ازاي؟ بتلزق جدا ومتجانسه وكل حاجه مخلوطه مع بعض. هسيبها بقى في التلاجة ترتاح يعني ساعتين كده بالقليل، وبعد كده هطلعها صبعها. هنا كانت خلاص ارتاحت، شوفوا تحسوا ان هي جمدت شويه، بس في نفس الوقت ماسكه نفسها وبتلزق ومخلوطه كويس. الانسجه كلها بتاع اللحمه متداخله مع بعضها. انا هنا بقسم اللحمه الاول على عدد صوابع الكفته اللي عندي. يعني عاوزه مثلا 100 صباع كفته، بقسمهم 100 كوره وبعد كده اصبع عشان اضمن ان العدد هيطلع مظبوط ما يطلعش قليل مثلا. اصبع بقى الكفته زي ما انتم شايفين كده، وهرصها في الصاج او في الصينيه اللي هتشووا فيها او على الجريل، او في الاسياخ زي ما انتم عاوزين. بس انا هشويها في الفرن وبعد كده بديلها فحمه بقى هي والفراخ بعد ما يتشوى كده. خلاص هصبعها انا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. كده خلاص كنت صبعت كل الكميه اللي عندي، وبعدين هرصها في الصاج وادخلها الفرن تتشوى. لازم تدخل الفرن على درجه حراره عاليه جدا، اعلى درجه حراره في الفرن، وما تخافوش هتستوى كويس جدا. تاخد لو الفرن بتاعكم يعني بيدي الحاجه لون من فوق الاول، سيبوها تاخد اللون من فوق وبعدين اقلبوها، او بياخد اللون من تحت الاول تاخد اللون من تحت وبعدين تقلبوها. بتاخد وقت قليل، يعني ممكن الصاج ده ياخد 10 دقايق في الفرن لان على درجة حرارة عالية والكفتة بتستوي. بصوا الكفتة متماسكة وجوسي وبتلمع وطرية وتحفة ازاي. الكفتة ما شاء الله يعني زي السفنج، ومتماسكة جدا عشان احنا عجناها كويس وعشان مظبوط. واللي هي الضاني ليها عامل طبعا، لان بتخلي الكفتة طرية جدا وجوسي وطعمها تحفة. انا هنا كمان كنت شويت الفراخ، ما حبيتش اوريكم خطوات الفراخ لان احنا عاملينها مع بعض الفيديو اللي فات، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو، وهحط لكم لينك فيديو الفراخ تحت الفيديو ده زي ما قلت لكم. الفراخ برضو كانت طريه جدا وجميله ومستويه دايبه وتحفه ما شاء الله. هنا خلاص كنت خلصت الاكل ما شاء الله تبارك الله. دول كانوا 15 فرخه، والكفته كانوا 5 كيلو كفته. اللي عاوزه اقوله لكم ان انتوا عشان تعملوا اي كميه اكل ترتبوا وقتكم وترتبوا هتعملوا ايه. يعني مثلا من بالليل من قبل المناسبه بيوم تتبلوا الكفته، تتبلوا الفراخ، تشوفوا لو في اصناف تانية تجهزوا لها، وتاني يوم تبداوا في التسويه. يعني يوم المناسبه يكون تسويه بس عشان ما تزنقوش نفسكم، وعشان تخلصوا الاكل بافضل نتيجه احسن ما تتخيلوا كمان. وربنا يعينكم يا رب ويقدركم ويجعل كل الناس عندها الفرح دايما يا رب.
لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واستنوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا. مع السلامه.